إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 31 من يناير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيه يواصل معكم الزميل أحمد من قطع من حديث من خلال الجزء الثاني عن سيرة المناضل والشاعر والإعلام الراحل رمضان جبره وكتابه التاريخ السياسي لإريتريا، والذي صدر في نهاية العام الماضي بالتزامن مع صدور ديوان الشعر للمناضل رمضان الذي يحمل عنوان إريتريا سمعكم فلا، على أن نستكمل وإياكم بقية الأجزاء في حلقات البرنامج القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. إيطاليا تستضيف قمة إفريقية إيطالية تركز على الاستثمار في الطاقة والحد من تدفقات اللاجئين. مقتل أكثر من 50 شخصا في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. والولايات المتحدة الأمريكية تتوعد بالرد على مقتل عدد من جنودها في هجوم على إحدى قواعدها بالأردن. كانت لكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. انعقدت في العاصمة الإيطالية روما القمة الإفريقية الإيطالية برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبحضور زعماء القارة الإفريقية وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية. وتهدف القمة التي عقدت تحت شعار جسر النمو المشترك إلى إشراك الدول الأوروبية في استثمار مليارات الدولارات لتأمين الطاقة من الدول الإفريقية ومناقشة خطط الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. وحضر القمة التي استمرت يومي 28 و29 من يناير أكثر من 30 زعيما إفريقيا، بما في ذلك الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الرئيس الإريتري إلى إيطاليا منذ أكثر من 20 عاما للمشاركة في القمة التي تناقش معالجة تدفق الهجرة غير الشرعية، والتي يمثل الإريتريون فيها العدد الأكبر من بين مهاجري الدول الأخرى. وفي العام الماضي وقعت إيطاليا التي تشكو من تدفق اللاجئين بما في ذلك الإريتريين اتفاقيات ثنائية مع ليبيا وتونس للحد من تدفق اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك تدخل إيطاليا في اتفاقيات استثمار مع الدول الإفريقية المنتجة للنفط والغاز، خاصة تلك الموجودة في شمال إفريقيا، وذلك لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتركز رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني على مساعدات التنمية والاستثمار مع دول منطقة القرن الإفريقي بما في ذلك إريتريا وأثيوبيا والصومال، تنفيذا لإحدى الرؤى الرئيسية التي قامت عليها حملتها الانتخابية والتي أوصلتها إلى السلطة في العام 2022. نقلت وكالة الأنباء عن مصادر محلية أن أكثر من 50 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين في سلسلة هجمات بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وقال بول سكوك وزير الإعلام في منطقة أبيي إن شبانا مسلحين من ولاية واراب بجنوب السودان نفذوا غارات على منطقة أبيي المجاورة يوم السبت الماضي. وأشار إلى أن السلطات المحلية قامت بفرض حظر التجوال على خلفية الوضع الأمني المتردي. وبدورها قالت قوة الأمم المتحدة الأمنية في أبيي يونسيف الأحد إن جنديا غانيا من قوات حفظ السلام المتمركزة في أبيي قتل بعد أن تعرضت قاعدتها في بلدة أجوك لهجوم في ظل استمرار العنف، حيث لجأ مئات المدنيين النازحين إلى قاعدة القوى الأمنية المؤقتة هناك. وبحسب وكالة رويترز للأنباء،
فقد تكررت الاشتباكات في أبيي بين الفصائل المتناحرة من قبيلة الدينكا فيما يتعلق بموقع الحدود الإدارية التي تعد مصدرا كبيرا لعائدات الضرائب. وقال كوك إن شبانا من الدينكا في وراب وقوات أحد زعماء المتمردين في قبيلة النوير نفذوا الهجمات ضد الدينكا والنوير في أبيي. هذا ويدعي كل من السودان وجنوب السودان تبعية منطقة أبيي لهما، وتدار المنطقة الغنية بالنفط بشكل مشترك بين الدولتين. قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن جماعات موالية لإيران شنت هجمات على قواتها في الأردن الأحد الماضي. وقال الجيش الأمريكي إن طائرات مسيرة نفذت هجوما على قاعدة للقوات الأمريكية شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة العشرات بجروح بعضها خطيرة، مضيفة بأن المسيرات أطلقتها جماعات إرهابية تدعمها إيران. فيما قال متحدث باسم الحكومة الأردنية للتلفزيون الرسمي إن المسلحين استهدفوا أيضا قاعدة أخرى خارج الحدود الأردنية، وهذه أول خسارة في الأرواح تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي. وتواجه القوات الأمريكية في المنطقة هجمات متزايدة بسبب دعمها المطلق لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين، حيث شهدت بعض مواقعها هجمات متفرقة قامت على إثرها الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لبعض المواقع قالت إنها لجماعات إرهابية موالية لإيران. ويأتي تأكيد مقتل الجنود الأمريكيين بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق شن هجمات بالمسيرات على قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير قرب مطار أربيل، بالإضافة إلى 3 قواعد في سوريا هي الشداد والركبان والتنف. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد على الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية. من جهتها نفت إيران أي ضلوع لها في الهجمات التي أودت بحياة 3 جنود أمريكيين، وقالت إن هذه الهجمات غرضها سياسي وتهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس لإيران أي دور في هذه الهجمات، لكنه أضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة عامل مساعد على عدم الاستقرار. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرت في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيه يقدم لكم الجزء الثاني من تسليطه الضوء على سيرة المناضل والشاعر الإعلام الراحل رمضان جبره وكتابه التاريخ السياسي لإريتريا، والذي صدر في نهاية العام الماضي بالتزامن مع صدور ديوان شعر للمناضل رمضان الذي يحمل عنوان إريتريا سمعكم فلا، على أن نستكمل وإياكم بقية الأجزاء من الموضوع في حلقات البرنامج القادمة بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات، ونتابع سلسلة حلقاتنا عن التاريخ السياسي لإريتريا، هو عنوان الكتاب للمناضل الراحل رمضان عثمان جبري. وقد استعرضنا لكم الجزء الأول من استعراض الكتاب. الآن نواصل الحلقة الثانية في هذا الكتاب. في فترة الاحتلال الإيطالي كما وعدناكم مستمعين الكرام في الصفحة 32 قال الراحل رمضان جبري: كما هو عادة المستعمرون الأوروبيون اتخذت إيطاليا وسائل عديدة للسيطرة على إريتريا ومقدراتها ونهب خيراتها، منها المعاهدات العسكرية والتجارية، ومنها الإغراء بالمال والزعامات القبلية والسياسية، ومنها أيضا الإخضاع بالقوة. وهذا ما اتبعته إيطاليا للسيطرة على إريتريا. عام 1868 قامت الحكومة الإيطالية بمفاوضات مع جوزيف سابيتو، أحد رجال الإرسالية الكاثوليكية الرحال، وهو متخصص في اللغات الشرقية، وكان قد زار حتى مدينة كرن. وتمخضت هذه المفاوضات عن توقيع سابيتو اتفاقية سرية مع الحكومة الإيطالية يشتري بموجبها قطعة أرض على الساحل الإفريقي يجب أن تكون صالحة للتجارة ولأغراض عسكرية. وبعد ذلك بفترة قصيرة قام سابيتو
وممثل الحكومة الإيطالية الأمير لاب أكتون برحلة سرية إلى إفريقيا، وكانت الأوامر قد صدرت إلى أكتون بالحصول على موقع تتوفر فيه شروط استخدامه لأغراض تجارية وعسكرية. ووصلت البعثة إلى خليج عصب الذي تتوفر فيه المزايا المطلوبة: أولا قربها من موانئ الجزيرة العربية، ثانيا وجودها في خليج باب المندب. وفي 30 من ديسمبر 1868 تمت اتفاقية بين سابيتو والسلطان برهان محمد سلطان رحيتة، حيث باع بموجبها السلطان برهان محمد رحيتة جزر أم البقر ورأس الرمل ومجموعة الجزر المسماة درماكيا. كما شملت الاتفاقية جميع الجزر المحيطة بعصب من رأس لوما شمالا إلى رأس سانتور جنوبا. كما وقع سابيتو اتفاقية مماثلة مع مشايخ الدناكل في عصب حصل بموجبها سابيتو في 15 من مايو 1869 على جزر سانابور وشريط ساحل يبلغ عرضه 6 أميال ويقع بين رأس دراما شمالا ورأس لوما جنوبا. وفي 15 من نوفمبر 1869 وقع الشيخ عبد الله شحيم ممثل سابيتو ومشايخ الدناكل اتفاقية عن منطقة برعسولي إلى الشمال من عصب. وبهذه الرقعة التي تنازل عنها مشايخ الدناكل لإيطاليا على ساحل خليج عصب بلغ طولها 36 ميل وعرضها من 2 إلى 6 أميال، وبلغ ثمن شراء هذه الأراضي 6000 ياروس أي ليرة. عاد بعدها سابيتو إلى إيطاليا، وهناك فوجئ بأنه كان يعمل لها نيابة عن الحكومة الإيطالية. كما كان الاتفاق بينه وبينها وإنما لحساب، يعني كان الاتفاق لحساب شركة روبر تورينو أو روبرتينو للملاحة البحرية. المعروف أن صاحب هذه الشركة هو السيد روبرتينو، كان أول من علق أهمية كبرى على السويس كممر للملاحة التجارية. وإدخال شركة روبرتينو في العملية هو خدعة سياسية للعالم وإخفاء نوايا إيطاليا الاستعمارية وراء شركة روبرتينو. لقد أعلن بصورة رسمية في روما أنه تم الاستحواذ على عصب وفق خطة تجارية بحتة ستنفذ بواسطة شركة روبرتينو. وقد قدمت الحكومة الإيطالية مبلغ 4000 ليرة كغرض بلا فائدة للتجهيزات اللازمة للملاحة وتطويرها عبر قناة السويس، وكذلك لبناء السفن. وفي 2 من فبراير 1870 في مدينة فلورنسا وقع ممثل شركة روبرتينو و4 وزراء من الحكومة الإيطالية معاهدة سرية تصدر الشركة بموجبها كمية من الفحم مقداره 200 طن في فترة أقصاها 22 من فبراير من نفس العام، يتم تفريغها في عصب لاستخدامها من قبل البحرية الملكية الإيطالية. وتستحوذ الشركة على الأراضي الساحلية التي تقع على خليج عصب اسميا فقط، وتظل من الناحية الفعلية تكون هذه الأراضي تابعة لسيطرة الحكومة الإيطالية. وبالمقابل تم إعطاء شركة روبرتينو المال اللازم لشراء أراضي لتعويض جميع المصروفات التي تخسرها الشركة في إقامة المنشآت في عصب، وتحول القاعدة إلى ملكية الشركة بصورة تامة على أن تظل المعاهدة في طي الكتمان طالما رأت الحكومة الإيطالية ضرورة ذلك. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. في 11 من مارس 1870 أخبر سابيتو 3 من السلاطين الدناكل على توقيع الاتفاقية النهائية بين الأقاليم الملحقة بعصب على شركة روبرتينو. أخفت الحكومة الإيطالية
نشاطها الاستعماري وراء شركة روبورتينو للأسباب التالية: 1. لأنه لم تكن الوحدة السياسية الداخلية قد استكملت في الأقاليم الإيطالية، وأن أي نفقات باهظة تنفقها الحكومة الإيطالية تعتبر مغامرة وتثير معارضة عنيفة في أوساط الجماهير الإيطالية بالداخل. 2. لقد كانت الحكومة البريطانية تسيطر على قناة السويس من جهة، وعلى باب المندب بوضع يدها على عدن، مما يستكمل سيطرتها على البحر الأحمر حفاظا على مصالحها التجارية في هذا الممر المائي الهام، وكانت حريصة على محاربة أي قوة تنافسها في المنطقة، وبالتالي أن ظهور إيطاليا كقوة استعمارية في حوض البحر الأحمر سيولد تعقيدات في العلاقات بين الدولتين. ويستمر الأستاذ رمضان قبري يسرد تلك المرحلة بالتفصيل إلى أن وصل إلى الملخص لفترة الحكومة الإيطالية، حيث يقول: ورغم نشاط إيطاليا أي نشاطات إيطاليا الواضحة في منطقة البحر الأحمر والأراضي الإثيوبية، إلا أن هذه الاتفاقية لم تفعل. في عام 1883 وعام 1884 برزت في الدوائر الإيطالية الحاكمة اتجاه للسيطرة على طرابلس ليبيا، ولكن قد واجه عدم تأييد الحكومة البريطانية. في عام 1884 أعلن محمد أحمد المهدي ملك السودان، أي الإمام محمد أحمد المهدي اللي هو رئيس الحركة المهدوية أو فترة الإمام المهدي، شن الحرب ضد مصر وبريطانيا، وتم سحب الحامية المصرية من مصوع لمواجهة الإمام المهدي عليه السلام، وأن الحكومة البريطانية طلبت من إيطاليا احتلال المنطقة الواقعة في زيلع إلى سواكن لحماية المصالح البريطانية، وذلك بعد أن رفضت تركيا القيام بذلك. هذه إذاعة إرنا، وأنا أستعرض عزيزي المستمع الفترة الإيطالية في إريتريا وبدايات الاتفاقيات التي أجرتها شركة روبورتينو، أو يعني باسم الحكومة الإيطالية، أو توارت الحكومة الإيطالية تحت هذه الشركة إلى فترة طويلة لم ترد كلمة إثيوبيا على الإطلاق إلا في الفترة الأخيرة اللي هي الأنشطة الاستعمارية الواضحة في منطقة البحر الأحمر. فتلك الفقرة برمتها نحن نهديها لأولئك الذين يزعمون بأن إريتريا هي جزء من إثيوبيا وما إلى ذلك، ولذلك نحن نهديهم كيف جاءت إريتريا وكيف وصلت إيطاليا إلى إريتريا، ولم تكن إثيوبيا في ذلك الوقت لا في الاتفاقيات السرية ولا في الاتفاقيات العلنية على الإطلاق. وردت فقرة أنا أحب أن أقرأها في الصفحة 39. الجدير بالذكر يقول أن المشاعر المؤيدة لبريطانيا داخل الدوائر الإيطالية قد ارتفعت لدرجة عالية جدا وقتئذ، وقت أنه تواجد قوة فرنسية في البحر الأبيض والتدخلات البريطانية من البوابة السودانية. وقد أخذ الإيطاليون بعد أن وجدوا موضع قدم لهم في عصب في تكثيف نشاطاتهم الرامية إلى التأثير السياسي والتجاري على إثيوبيا المجاورة. شايف إثيوبيا المجاورة، وخاصة على محافظة شوا. هنا تظهر إثيوبيا كتحرشات إيطالية لتوسيع رقعتها الاستعمارية بعد أن سيطرت تماما على إريتريا، امتدت إلى إثيوبيا، بل احتلت إثيوبيا لفترة من الفترات كما هو معروف. وهذه أيضا نهديها إلى الذين يزعمون أن إثيوبيا لم تشهد أي استعمار أجنبي، فقد استعمرت من قبل إيطاليا حتى ولو كان فترة محدودة، يعني هي بين 5 إلى 6 سنوات فيما أحسب.
عموما عزيزي المستمع، لا نزال معكم في إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات، ونتابع كتاب التاريخ السياسي لإريتريا بقلم الشهيد الراحل الفنان المناضل رمضان قبري، تحرير الأستاذ صالح قبري. يقول: نتائج فترة الاستعمار الإيطالي، وهذه مسألة في غاية الأهمية أنا أراها. يقول: 1. خلق طبقة عمالية صغيرة بفعل تحويل علاقات الإنتاج وملكية الأراضي وقيام صناعات مرتبطة بالمخططات التوسعية الإيطالية في إثيوبيا. 2. تطورت البرجوازية الصغيرة من خلال تطوير الصناعات الحرفية وازدياد عدد من صغار التجار وانخراط عدد قليل من الإريتريين في الوظائف الحكومية. 3. نمو البرجوازية، كبار من وكلاء الشركاء الإيطاليين في المدن الكبرى، أسمر ومصوع على سبيل المثال. 4. إن طبقة الفلاحين التي تشكل غالبية الشعب الإريتري، والتي كانت تتكون غالبيتها من الملاك الصغار للأراضي، لم تتأثر بأي تطور تكون بعدئذ حيث قامت الحكومة الإيطالية، لأن الحكومة الإيطالية كانت تركز فقط في تطوير كل ما يخدم أهدافها ومصالحها. 5. إن الأرستقراطية الإقطاعية، والتي كانت تتمثل في رؤساء القبائل، قد استفادت من الحكم الإيطالي الذي دعم مركزها لكي يسهل لهم حكم البلاد والسيطرة على الشعب. 6. تم دعم الكيانات القبلية والطائفية، وخضعت الجماهير بصورة شبه كاملة لهذه الكيانات، مما أفقدها أي فرصة للتحرك الاجتماعي والتخلص من النظام الاستعماري. هذا رأيه طبعا. وقد تمخضت الحرب العالمية الثانية على التالي. ظهور الأهمية الاستراتيجية لإريتريا، وبعد تصريح الجيوش الإيطالية وجدت أعداد كبيرة من الإريتريين العاطلين عن العمل والذين يمتلكون خبرة على استعمال السلاح. وبعدئذ دخلت إريتريا في مرحلة الانتداب البريطاني وفترة تقرير المصير، ولكن الوجود الإيطالي كان موجودا، حيث أبقى الحكام العسكريون الذين كانوا منتدبين فترة الإدارة العسكرية البريطانية لم يستغنوا عن المدراء الإيطاليين، لأنهم كانوا على دراية بعادات الشعب وتقاليده ومزاجه وشخصيته الإريترية. بعد ذلك دخل إلى التحليل الموضوعي لحزب حب الوطن، يعني بمعنى دخل على مجموعة من الأحزاب التي تكونت في فترة الوجود العسكري البريطاني. جملة من الأحزاب: حزب الرابطة الإسلامية، وحزب حب الوطن، وكذلك الاغتيالات التي وكذلك الاغتيالات التي شملت عدد من الشخصيات الوطنية في المواجهات، يعني الشفت الذين كانوا يعملون بتدريب وتخطيط إثيوبي وحماية بريطانيا. ملخصا نستطيع أن نقول إنه فترة الانتداب البريطاني لإريتريا اللي هي 10 سنوات كان تمهيد لابتلاع إريتريا من قبل إثيوبيا، وكأنه البريطانيين دخلوا يعني الحرب العالمية الثانية كانت هي تمهيد لابتلاع إريتريا من قبل إثيوبيا. هنا تم التخطيط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن تمخض عن حزب الأندنت والمواجهات التي كانت بين زعماء الرابطة الإسلامية وحزب الأندنت، فتم اغتيال عدد من الشخصيات الوطنية. ذكر منهم السيد عبد الله حجي طه، اغتالوه بالفأس وهو ذاهب لأداء صلاة العشاء في مسجد حسوي جزبرهانو في أسمر، يعني حزي جزبرهانو. كذلك تم اغتيال الزعيم الوطني الكبير الشهيد عبد القادر محمد صالح كبيرة أمام داره في شارع أنزو ماتينزو المعروف بشارع منيليك. هو لم يغتال في هذه المنطقة، واغتيل ما ليس في شارع أنزو ماتينزو فيما أحسب يعني. 3 كذلك اغتيل، ولكنهم الشفتة هم الذين قتلوا، واعتقد القاتل هو اسمه قبر مدهن يعني، وحيث فر إلى إقليم تجراي تحديدا يعني اليوم الثاني مباشرة. كذلك تم اغتيال الشاب محمود معلم عثمان، وهو من شباب الرابطة الإسلامية
في مدينة كرم. كذلك تم اغتيال السيد نصر الدين وهو يصلي المغرب في دكانه في قرية بادره. هكذا حصلت الانشقاقات على قادة حزب حب الوطن، وبالتالي انتهت وكأنه لم يولد، حيث أن قادته من الإخوة المسيحيين كونوا محبر حبرة حزب الانضمام، وهو حزب الأندنت، حزب الوحدة مع إثيوبيا. والقادة المسلمين كونوا حزب الرابطة الإسلامية، وإن كان في الأخير دخل في الرابطة من غير المسلمين، ودخل في حزب الوحدة الأندنت من المسلمين كذلك، خاصة قبيل توقيع الاتفاق والانضمام مع إثيوبيا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أما ما تبقى من قادة حزب حب الوطن، كونوا حزب برو إيطاليا بقيادة السيد ولد مريم رئيس حزب حب الوطن سابقا. هذا الحزب كان يطالب بوصاية إيطالية لفترة يتفق عليها ويحددها اتفاق الطرفان الإريتري والإيطالي. ومن حزب بيرو إيطاليا انبثقت أحزاب 4، هم حزب الأحرار وحزب المحاربين القدامى وحزب المثقفين الإريتريين، وهم المولودين من آباء إيطاليين وأمهات إريتريات، وحزب إريتريا للإريتريين كان يطالب باستقلال إريتريا مع الوضع في الاعتبار مكان إيطاليا أو مكانة إيطاليا في إريتريا وأهميتها للبلاد. أنا والله لو كنت عايش في ذلك الزمن كنت انضمت دون أي مواربة لهذا الحزب، حزب إريتريا للإريتريين، مع الاحتفاظ ووضع كل الاعتبار لإيطاليا باعتبارها دولة قديمة وتفهم إريتريا وأهمية إريتريا، ويعني أوجدت إريتريا. هذه رؤية شخصية يعني. وبعدين تم فيما يلي أسماء رؤساء الأحزاب التي كانت تدور في فلك إيطاليا. رؤساء الأحزاب حزب برو إيطاليا كان رئيسه ولد مريم، ثم بلاتة محمد عبد الله، وفي السها ولد مريم الملقب بغاندي. حزب الأحرار كان يقوده الشيخ أحمد بشير من دخنه. حزب المحاربين القدامى كان يقوده المارشال كافل من مدينة كرم. حزب إريتريا للإريتريين كان يقوده الزعيم رأس تسمى، ونائبه ولد مريم بعد أن تنحى عن رئاسة حزب برو إيطاليا. حزب المثقفين الإريتريين وكان يرأسه السينيور دروسي الذي اغتالته عصابة الأندنت في طريق مدينة كرم. هذه أول مرة أعرف المعلومة هذه، إن حزب إريتريا للإريتريين كان حزب وسط بين الرابطة الإسلامية وبرو إيطاليا، عشان كده كنا هننضم لهذا الحزب. بعدين حزب الرابطة هو الآخر لم ينجو من الانشقاقات، انقسم إلى 3 أحزاب. حزب الرابطة الإسلامية الأم يرأسه الشيخ إبراهيم سلطان علي، وكان يطالب باستقلال إريتريا بعد وصاية الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. هذا واحد. ثاني حزب الرابطة الإسلامية في المديريات الغربية يرأسه السيد علي محمد موسى رادآي، والمعروف بعلي رادآي، وكان يطالب بتقسيم إريتريا بضم المديريات الغربية والشمالية إلى السودان. ثالثا حزب الرابطة الإسلامية في المديريات الشرقية يرأسه السيد محمد عمر قاضي، وكان يطالب بوصاية إثيوبيا بعدها الاستقلال. وبرضو كثير من الكتاب يؤكدون ذلك، وهنالك من يختلف مع هذه المعلومة، ولكن لم يكن حزب الرابطة الإسلامية نشأ حزبا واحدا، ولكنه برضو انشق، ولكن لم يكن بذلك الانشق. كما انشق حزب الأندنت في البداية، ولكن في النهاية إثيوبيا ابتلعت الاستقلاليين والوحدويين. مشاهدينا الكرام أو المستمعين الأعزاء، سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة ما تبقى من هذا الكتاب الهام. شكرا لكم، وشكرا للسيد صالح قبري الذي قام بجمع وإصدار الكتاب الذي ألفه المناضل الفنان الإعلامي الأستاذ الراحل رمضان قبري، التاريخ السياسي لإريتريا. هذا هو عنوان الذي صدر فيه الكتاب. تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا.
استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إيطاليا تستضيف قمة إفريقية إيطالية تركز على الاستثمار في الطاقة والحد من تدفقات اللاجئين. مقتل أكثر من 50 شخصا في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. والولايات المتحدة الأمريكية تتوعد بالرد على مقتل عدد من جنودها في هجوم على إحدى قواعدها بالأردن. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.